بصوا خطيرة يا جماعة، خطيرة تحفة. لو معاها ستريبس بقى هتبقى احلى واحلى واحلى. بس البطاطس خطيرة، بصوا كده، بصوا بتموت بصوا. من جوه وخطيرة، بتموت وتحفة. دي جبنة موتزاريلا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش بقى الشير واللايك. باي باي. بصوا لا ده بيضحك عليكم مش دلوقتي. باي باي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى مع بعض كرات البطاطس. انا اول فيديو كنت بصور، وبعد ما عملت البطاطس فالولاد لقيتهم بيتكلموا وانا مش واخده بالي خالص، بس عجبني طريقتهم فقلت لازم انزل لكم الطريقه بتاعتهم وهما بيتكلموا. انا هعمل النهارده كرات البطاطس بالجبنه الموتزاريلا، حاجه كده تحفه هتعجبكم قوي، بسيطه وسهله مش تاخد مننا وقت خالص. انا عندي البطاطس بتاعتي قشرتها وقطعتها مكعبات. هنبدا بقى، انا حاطه ميه غلياها، هبدأ بقى انزل بالبطاطس بتاعتي ورشة الملح وهسيبها لحد ما تستوي خالص. اول ما تستوي معايا هحط كده الشوكة بتاعتي اتأكد ان هي خلاص استوت. انا بحب البطاطس تستوي كويس جدا، ما بحبش اخرجها نص سوا او مثلا ان هي فيها حاجات مش مستوية، اللي هي دوبك مجرد ما بحط الشوكة عليها خلاص هي مستوية حلوة قوي. مع معلقة لبن بقى كبيرة وببدأ اهرسها، وبيدي اللبن طعم حلو قوي قوي في البطاطس. هرستها كويس. عندي بقى معلقة جبنة موتزاريلا كبيرة احطها برضو معاها، حلو قوي. انا ما بحبش اضيف على البطاطس توابل كتير. طبعا اي توابل انتوا بتحبوها ممكن تضيفوها، بس انا يعني بستكفى ان انا اضيف الملح بس. مع معلقه نشا بتدي قرمشه حلوه قوي للبطاطس، تحس ان هي خفيفه قوي. هبدا بقى بعد ما البطاطس هرستها كويس جدا بمعلقه النشا واللبن والملح، هبدا بقى اكورها ونحط جواها الجبنه الموتزاريلا. الطريقه اللي انتوا شايفينها دي سهله قوي وطعمها ما اقولكوش بجد حلوه قوي، هتعجبكم ان شاء الله. نبدا بقى نعمل الكميه بتاعتي بنفس الطريقه كده. بصوا حاجه كده ما تقدروش تستغنوا عنها، يعني لو جربتوها مره هتلاقيكم انتوا دايما على طول بتحبوا الطريقه دي. البطاطس بالجبنه الموتزاريلا حلوه قوي. وممكن نضيف اي نوع جبنه تاني، ممكن جبنه فته، شيدر، اي نوع جبنه انتوا بتحبوه ممكن تضيفوه. انا عملت خلاص الكميه بتاعتي، هبدا بقى احطها في الفريزر. البطاطس يعني يا ريت تحاولوا بقدر الامكان تسيبوها اكتر مده في الفريزر، يعني مش اقل من ساعتين 3. انا خرجتها بعد ساعتين. عندي بقى كوبايه بقسماط، عندي كوبايه دقيق، عندي بضايه، كيس الفيجيتار بتاعي. انا بحب اضيف على البقسماط الفيجيتار، بيدي طعم حلو قوي. البضايه بتاعتي هبدا اضيف عليها معلقه لبن كبيره ورشه ملح وفلفل، ونبدا بقى نغلف البطاطس بتاعتنا بالبيض والبقسماط. اول حاجه طبعا دقيق، بعد كده البيض، بعد كده البقسماط. سهله قوي بس طعمها حلو قوي، على ما اعتقد مفيش حد هيختلف عليها ان شاء الله. بس الطريقه حلوه قوي وبسيطه. وابدا بقى اشكل الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه، بسيطه قوي. وفي الوقت ده احنا بعد ما بنغلفها بحطها تاني في الفريزر لمده نص ساعه. طبعا لو انتوا حابين تعملوا الكميه بتاعتكم، لو انتوا هتعملوا كميه كبيره ممكن تعملوها لحد ما تعملوها في الدقيق والبيض والبقسماط ونشيلها في الفريزر وتخرجوها في اي وقت تقلوها. بس لازم تدخل الفريزر تاني تقريبا حوالي نص ساعه عشان يبدا يمسك البيض والبقسماط فيها. انا بقى مسخنه الزيت بتاعي كويس جدا، هي بس مجرد ما هتاخد لون خلاص وهتخرج. بس حلوه قوي والولاد بيحبوها جدا، وعلى ما اعتقد لو جربتوا الطريقه دي هتعجبكم قوي ان شاء الله. مش هتاخد وقت خالص في التحمير، هي مجرد هتاخد لون وخلاص وهتخرج على كده. الوصفه دي هيحبها قوي عشاق البطاطس بقى طبعا والجبن والحاجات دي. بس لونها حلو قوي وشكلها حلو قوي وطعمها حلو قوي قوي قوي. بصوا لونها، ولا الجبنه الموتزاريلا وهي بتمط فيها حلوه قوي. يا رب يكون الوصفه عجبتكم، ويا رب ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مستنيه رايكم، مستنيه كومنتاتكم، ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.